اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب تصيب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجعل لنا جميعا نصيب من هذا الدعاء. صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم حبايب قلبي. وحشتوني جدا جدا. روتين في السريع النهاردة، وبالمرة نشوف شكل الشقة بعد ما فرشنا السجاد ونظمناها ورتبناها مع بعض. هنعمل فيها روتين سريع كده نحافظ بيه على الروتينات اللي فاتت. طبعا انتوا عارفين ان احنا الايام اللي فاتت كنا عاملين مع بعض جميع الروتينات، يعني كنا شغالين بايدينا واسناننا كده في قلب الشقة، فنحافظ عليها بقى من اي حاجة ممكن ان هي تعفرها. على الاقل نقعد اسبوع او اتنين كده مرتاحين البال بقى كده في قلب الشقة، فنحافظ على الروتين بتاعنا كده. بالذات ان اليومين دولت هوا بقى كده والدنيا خلاص دخلت في الجد والسقعة والعواصف والكلام ده. بس طبعا مهما كان الروتين في الشتاء بيبقى احسن بكتير من الروتين في الصيف. الصيف بيبقى ترابه كتير وهواء اكتر، فبتبقى الشقة متربة اكتر. في الشتاء مهما كان التراب فبيجي شوية شتاء كده حلوين ينيموا الترابة كده، فما بنلاقيش الشقة بتاعتنا متربة قوي. فنحافظ بقى مع بعض كده على الشقة. فيا دوبك هرتب بس كده مكان النوم بتاع الولاد، وطبعا الكتب اللي بيبقوا سايبينها بره، وبالريشه كده هنفض التراب. طبعا ترابه خفيفه خالص تتنفض كده بالريشه في ثواني. نكون نظمنا الاوضه زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده نطلع بقى على الريسبشن بره او على الصاله بتاعتنا بره. اشيل بس السجاده دي عشان بصراحه اما باجي افتح الشباك بتاع البلكونه يعني مش بترضى تتفتح بالسجاده دي، فاشوف لها سجاده صغيره تكون رقيقه شويه، لان دي سميكه شويه تخينه شويه، فما تخليش الباب معايا يفتح بسهوله وبتعذبني ما باجي افتح الشباك وكده. فهشيلها احطها طبعا جوه في الشقه. كنت عايزه محتاجه سجاده يعني قدام اعزكم الله باب الحمام، احطها كده قدام باب الحمام، وهشوف بقى ايه سجاده تانية كده احطها عند الشباك ده. نيجي بقى للصالة بتاعتنا كده والركنة بتاعتنا كده نمسكها كده. انا طبعا مسكت جبت دفايتين قدام عندي كده، قلت بما ان الدنيا ساقعه بقى واحنا اكتريت قعدتنا هنا على الركنه، رحت جايبه دفايتين كده من بتوعي ورحت ماسكاهم قصاهم بالطول وموديهم لحد يعني قصهم لي وسرفلتهم كده، عشان طبعا انتوا عارفين الدفايات القطيفه دي بتطلع وبره وكده. فقلت لا انا هديها لحد يقصها لي ويرفيها لي كده، واروح بقى ايه حطها على الركنه زي ما انتوا شايفين كده تدفينا في الشتاء. بالذات زي ما بقول لكم ان احنا اكترية قعدتنا فيها. ف طبعا الفرش اللي انا جايباها او الكفرات اللي انا جايباها طبعا مش هتدفينا خالص، بحس ان هي بتسقعنا. ناعمة قوي وبتسقع بصراحة. فقلت لا انا الشياكة يا جماعة مش هتنفعنا، فقلت لا انا هجيب دفايتين واقصهم زي ما انتوا شايفين كده، وادفي الولاد وادفي نفسي وندفي الشقة معانا كده. احنا شبعنا بصراحة. يعني الفترة اللي فاتت في اول الشتاء كده الجو كان لسه حر، فكنا مستحملين الدنيا من غير دفايات ومن غير حاجة زي كده. فلا رحت اصل الدفايات اللي عندي كده ورحت احطها على الركنة ادفي الولاد وندفي نفسنا. الساعة مش هتنفعنا والمنظر مش هينفعنا لو سقعنا. طبعا احنا كمان بالليل بنجيب البطاطين ونروح قاعدين بقى قدام التلفزيون كده وبنكتب الواجبات ومش عارفة ايه، فالجو بيبقى ساقع جدا في الصالة، فحبيت ان انا ادفيها لهم. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا فرشت لهم السجاد كمان، وفرشت الحافظات عليه عشان يحافظ لي على السجاد شوية، علشان السجاد يفضل معايا نضيف لحد حتى رمضان. يعني نغسله بعد رمضان
رمضان كده ونفرشه على العيد تاني، يعني ايه يستحمل معانا شوية، ما نضطرش نغسله في نص الشتاء. وانتوا طبعا عارفين ان الجو ما ينضمنش خالص في الثلاث شهور اللي جايين، اللي هم شهر 12 وواحد واتنين واحنا طبعا رمضان في اول ثلاثة، يعني ايه يعني الموضوع صعب، يعني اللي جاي كله صعب، شتاء شتاء يعني. ومش عايزة اقول لكم ان الشتاء هبق علينا مرة واحدة كده ودخل فتح علينا الباب برجليه، اللي هو قاعد ساكت ساكت ساكت، وفي الاخر قال لنا طب خدوا بقى عندكم شوية ساعة كده ايه حلوين. هشفط بقى ايه، شلت الحافظة طبعا، وقلت اشفط بالمكنسة كده على السريع، واحط الحافظة وارجع الترابيزة بتاعتي مكانها، وبعد كده اشيل الجزء التاني من الصالة عندي، عشان انا يعني بعملها على جزئين زي ما احنا متعودين. حتى في الروتينات العادية انا بحب اعمل الصالة بتاعتي على مرتين. طبعا انا طالعه لكم متشددة كده، عندي صداع يا جماعة مش مفارقني بقاله كام يوم، فهتلاقوني رابطه بقى ايه متشدده من تحت كده، ورحت لابسه لكم الطرحه فوق القمطه اللي انا عاملاها، او التشديده اللي انا متشدداها تحت دي. والله حرفيا كان عندي صداع، فرحت رابطه دماغي كده، واخده حبايه مسكن، واستعيذت بالله من الشيطان الرجيم، وقلت يلا بقى ايه افك الصداع ده بالروتين الحلو اللي معاكم اللي في السريع ده، علشان خاطر تشوفوا شكل الشقه معايا بعد ما فرشتها السجاد، وبعد ما عملتها الروتين الحلو قوي ده. هجيب بقى ايه، شلت الحافظة الكبيرة طلعتها بره في البلكونة تتشمس كده على ما اكون لمعت الارضية. جبت بقى ايه شرشوبة جديدة، لان اللي فاتت كانت اتسخت قوي من الشقة، جبت بقى شرشوبة جديدة. طبعا ما لقيتش نفس اللون بس مش مهم. وبعد كده رحت جايبه بقى الجردل وميه وشويه معطر بقى بريحه العود، حاجه كده في منتهى الجمال، هيخلي الشقه معاكي طول النهار ريحتها حلوة قوي قوي قوي. طبعا انا شفطت الأوضة الصغيرة دي بالمكنسة، وطبعا شفطت كمان بقية الصالة بالمكنسة، وبعد كده رحت ملمعة الأرضيات زي ما انتوا شايفين كده بالشرشوبة وشوية معطر، فهتفضل الشقة ريحتها حلوة طول النهار. لو عملتي كده على الأقل يوم ويوم، شايفين الشقة نظيفة جدا ما فيهاش تراب ولا فيها أي حاجة، مجرد تلميعة كده عشان نحافظ عليها. لو عملت الشقة كده بتاعتك يوم ويوم، حرفيا هتبقى الشقة معاكي نظيفة، مش هتحتاجي منها اي حاجة، هتحسيها على طول رايقة ونظيفة. وبالذات ان الولاد اليومين دولت مسحولين في المدرسة وفي الدروس، يعني اليومين بتوع الاجازة مثلا جمعة وسبت لحد تصبحي مثلا تديها ترويقة محترمة، او مثلا لقيتي حاجة مش نظيفة او حاجة اتسخت منك، على طول تعملي لها على طول روتين عميق، هتفضل الشقة معاكي نظيفة وزي الفل. تعالوا بقى للأوضة الحلوة بتاعتنا دي، زي ما انتوا شايفين كده جبنا لها حافظة بقى ايه اللي هي بديل السجاد دي. قلت اجربها، وقلت اهدي الدنيا شوية في الأوضة دي بعد كمان ما ركبت لها الستارة الحلوة دي. حاولت ان انا اهدي الدنيا في الأوضة دي، جبت لها السجادة دي من عند جنى للمفروشات، علشان انا قلت لها ان انا هقول ان انا جايبة الحافظة الحلوة دي من عندك. فبصراحة هي جميلة جدا، ومع الوقت هنشوف ايه اللي عملي، لاني بصراحة ما كنتش مقتنعة ببديل السجاد ده خالص يا جماعة. بحس ان لا، الحافظة زي اي حافظة. فهنجربها مع بعض، ومع الوقت ومع الاستعمال هقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. هي احسن، ولا ان احنا يعني نيجي على نفسنا شوية ونشتري سجاد احسن. طبعا انا اخترتها باللون الاوف وايت، وطبعا باللون اللي هو الكشمير الغامق، لون الصالون بتاعي. بصراحة فتحت الدنيا معايا قوي، بالذات ان انا كمان وحدت اللون في الجدران بتاع الأوضة، عملت اوف وايت. بس مش عارفة انا ما جبتلكوش الأوضة كلها ازاي، الغرفة كلها ازاي، واوريها لكم بعد التجديد اللي حصل فيها. طبعا انتوا عارفين ان كان تحت، الناس اللي متابعيني من زمان عارفين ان تحت الشباك كان مرطب عندي، والشباك بتاعي الألمونتين كان بايظ، فرحت شايلاه ومغيراه، ونضفت مكان الحتة المترطبة، ودهنت الأوضة كلها باللون اللون فانيليا لاتيه اللي هو الفاتح. فمنظر الأوضة مع الصالون، وعملت ستارة كمان جديدة، مش عايزه اقول لكم تحفه في منتهى الجمال. في منتهى الجمال. ان شاء الله المره الجايه نعمل فيها روتين مع بعض. حاسه ان بديل السجاده ديت خفيفه قوي على الاوضه، والدنيا لو سقعت شويه عن كده، طبعا انا سايبه السجاده بتاعتها تحت
ما طلعتهاش فوق مع السجاد. بشيل بقية السجاد فوق ظهر الدولاب، اي دولاب بقى بتاعي، بتاع ابني، بتاع ولادي البنات. ف بشيل الباقي، وعشان طبعا انا عندي حتت سجاد زيادة كده، فبشيلهم فوق ظهر الدولاب اللي بحتاجه وبنزله، وعما بغسل التاني مثلا وبرفع الباقي فوق ظهر الدولاب. فان شاء الله نعمل فيها روتين حلو قوي قوي مع بعض، ونشيل بديل السجادة دي، ونفرش السجادة الأساسية بتاعة الصالون. وتقولوا لي رأيكم بقى كده في الكومنتات، انهم هيبقى احسن البديلة السجاد، وهقول لكم رأيي فيها طبعا، ولا السجادة اللي احنا هنفرشها مع بعض. ان شاء الله انتظروا مني فيديو قريب جدا. بعد ما خلصت بقى كنست، عايزه اقول لكم ان هي بتتشفط كمان، بديل السجاد دي شفطتها بالمكنسه، بتتشفط بالمكنسه، ما بتتشفطش خالص مع المكنسه، يعني ما بتجيش مع المكنسه خالص، لا ثابته في الارض. حلوه قوي، عجبتني ان هي ثابته في الارض مش زي الحافظات العاديه، فعجبتني. فان شاء الله ان شاء الله يعني هتبقى حلوه قوي قوي في الصيف معايا يعني. حاسه ان انا بمشي عليها، ان حاسه ان برطوبه الارض، فعشان كده ممكن ان انا اشيلها. فخلصتها، وطبعا خلصت الصاله بتاعتي، وفرشت الحافظه بتاعتي، ولمعت الدنيا بره خالص، ورحت بقى ايه رشه معطر كده، وسايبه الشقه من جوه ومن بره، ورحت داخله بقى على الشقه من جوه زي ما انتم شايفين كده. جيت على اوضه ولادي البنات، ورحت مروقاها نفس الترويقه بتاعه الغرفه الصغيره. وكنستها برضو، شفطتها بالمكنسه. وطبعا هفرش الحافظه على السجاده زي ما قلت لكم، عايزه احافظ على السجاد الثلاث شهور دولت لحد حتى رمضان. السجاد الصغير مش اشكال، ممكن ان انا اغسله في اي وقت واسيبه ينشف، وبعد كده ابقى افرشه عادي. انما السجاد الكبير بصراحه بيبقى تهمه عليا، بيبقى تقيل عليا قوي ان انا اغسله في عز الشتاء. اهو شايفين بغسل اللي هو السجاد الصغير ده عادي خالص، وانشره واسيبه يتنشر كده، وافرشه تاني عادي خالص. لمعت الاوضه كمان ورشتها معطر، فكده الشقه معايا. وكمان اوضتي كمان، عايزه اقول لكم ان انا عملت اوضتي كمان، بس حسيت ان الفيديو هيبقى طويل عليكم قوي، فرحت شايله المقطع بتاع الروتين بتاع الاوضه بتاعتي، وقلت يلا نقف بقى ننشر مع بعض كده الهدوم. بعد ما خلصت الشقه رحت بقى ايه، قلت اما انشر بقى الهدوم بتاعتي كده، عشان ما يبقاش ورايا حاجه غير المطبخ. وانتظروني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله في المطبخ، باقي الروتين ده باقي اليوم ده يعني في المطبخ، الفيديو الجاي باذن الله. بس انتوا بقى ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. اتمنى انت تشتركي معانا في قناتنا، هتعجبك جدا. خشي شوفي محتوانا عباره عن ايه، وان عجبتك القناه بتاعتنا وعجبك محتوانا، ما تنسيش تشتركي معانا في وتبقي جزء من عيلتنا، تشتركي معانا في القناه يعني. هنا خلصنا النشير بقى زي ما انتوا شايفين. بصوا كنت ببص اشوف ايه اللي تحت، عشان لو في حاجه مبلوله ما نشرهاش في اللي تحت. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والى اللقاء، مع السلامة.